أنا سارة بحالي بحال بزاف ديال البنات المغربيات، ما غنقولش منين أنا حيت بحال النوع ديالي كاين في كل مدينة. يمكن تكوني انتي اللي كتسمعي دابا كنتي في شي يوم بحالي أو حتى دابا بحالي عجبني راسي بزاف، عارفة راسي زوينة، ها الطول ها الشعر الطويل بزار، البشرة البيضاء والعينين الكبار العسليين، اللي كيشوفني ما كيقدرش يحيد عيني عليا وهادشي كيزيد في غروري. ما كنسوقش نهضر الناس، كنلبس اللي بغيت، المهم نكون متبع الموضه، وليديا ماشي شغلهم فيا، ندير اللي بغيت، انا حره. وكنبقى برا متاخره وبس بهم اللي ندخل يبدا الصداع. ستري راسك، راه كبرتي، ديري عقلك، براك من الدوران. ما بغاوش يخليو حياتي على خاطري، وكل ما زادوا كيعيروني انا كنزيد نفهم راسي اكثر. مع كل الدوران والسهر والصداقات مع هاد كنت ديما ما كنخليش حد يقرب لي، وديما متفوقه في دراستي، هادشي اللي كيخلي والديا يسكتوا. بغيتوا تعرفوا علاش وليت هكا؟ كبرت وانا خايفه والديا يطلقوا، كانوا ديما مدابزين، هادشي خلاهم مشغولين بمشاكلهم وكينساوني انا. حتى كبرت عاد تصالحوا وبداو كيعيشوا في سلام، ولكن بالنسبه ليا فات الفوت، اخلاقي تبدلات والطريق اللي مشيت فيه هو اللي فتو وما قدرش نبدلو. كان عندي 17 عام اللي خديت الباك وقررت نقرا الهندسه. ذكائي ما خدلنيش ودازت 5 سنين وليت مهندسه ادي الدنيا كما كيقولوا المصريين، بقات لي غير الخدمه. ما عجبتني حتى شركه، كل شيء ملتزم وساكت، وانا طبعي حيوي خاصني النشاط. الاغنيه ديال جيهو شغاله وانا كندور ما بغيتش نخدم، وانا عمري غير 22 سنه. بغيت نعيش حياتي والشباب ديالي، نكون ناشطه.